اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي. مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوفوني، يا رب تكونوا بخير. والوقت احنا قررنا نعمل مع بعض غدانا النهارده، وهو عباره عن ستريبس. قلت اعمل لهم النهارده ستريبس ومكرونه، نغير في غدانا كده النهارده. والوقت احنا هنتبل معاكم، هنعمل معاكم التتبيله بتاعه الستريبس يا حبايب قلبي. يا رب الوصفه بتاعه النهارده تعجبكم. دلوقتي يا حبايب قلبي بقى احنا معانا زبديه، احنا معانا كده زبديه اهو، نفضيها كلها. ومعانا بضايه، ومعانا مستردة. مكتريش برضه، يعني من كل حاجه حاجه خفيفه كده، لان احنا معانا نص كيلو بس من الستريبس. ومعانا معلقتين خل، ومعانا معلقه سكر بس خفيفه جدا، ومعانا فلفل اسمر، ومعانا توم باودر، ومعانا بصل باودر، ومعانا 7 بهارات، ومعانا كركم، ومعانا كاري، ومعانا جنزبيل. دي التوابل بتاعتنا بس اهو يا حبايب قلبي. ومعانا بقى كاتشب حار عشان يديلها الحرارة، يعني طعم مزز كده. ما تكترش منه برضو عشان لو عندك اطفال. ومعانا هنا دي ميه البصل، احنا خدنا البصل هنعمل به هنعمل به مكرونه النهارده، ودي الميه بس بتاعت البصل. معانا هنا ليمونتين، الليمونتين هنعصرهم كلهم. دلوقتي بعد ما ضربنا الليمون بتاعنا وكل حاجه كده عصرناها اهو يا حبايب قلبي، ماشي. ده الخليط اهو بيكون بالمنظر ده، وده قطع الستريبس بتكون بالمنظر ده كده اهي يا حبايب قلبي. بتنزلي بقى فيها كده اهو، بتنزلي بتكون انت غسلاها ونقعها في ملح وخل وليمون، وتنزلي بقى كده على الخلطه بتاعتنا دي كده خلاص. تقلبيها بقى تقليبه حلوه كده اهو يا حبايب قلبي. وهتسيبيها في التتبيله دي، كده اقل حاجه 3 ساعات. احنا دلوقتي الساعه 9 اهو من الصبح، وهنعملها بقى على الغدا الساعه 12 ولا الساعه 1 كده. وهبقى اوريكم تاني يا حبايب قلبي احنا هنعمل فيها ميه البصل مع الخل مع الحاجات دي مع التوابل بتاعتنا. هتتبل فيها هتبقى جميله. هنحطها بقى على الرف في التلاجة ونرجع لكم بعد التتبيل. حبايب قلبي انا قررت ان انا اعمل الصلصه بتاعه المكرونه. هجهز الصلصه بتاعه المكرونه، وبعد كده بقى هقوم سلقاها عشان اعملها مع الستريبس. ده معانا البصلايه اللي احنا خدنا الميه بتاعتها، وبعد ما البصله يا حبايب قلبي بدات تاخد لون كده بتنزل عليها بفلفل حامي على فلفل بارد. بتنزل عليها بفلفل حامي على فلفل بارد اهو يا حبايب قلبي. وهنا الميه بتاعت المكرونه احنا حطيناها عشان ان هي تغلي، وبعد ما تغلي هنحط لها ملح وزيت عشان نسلق فيها المكرونه. بعد ما بتشوحي الثوم مع البصل مع الفلفل كده بتنزلي على الطماطم مبشوره في الكبه اهو يا حبايب قلبي.
وهتنزلي بقى بكمون وكزبره وفلفل اسود، كمون وكزبره وفلفل اسود ومرق الدجاج يا حبايب قلبي والملح، وبتظبطي الملح بتاعك بقى وكده وخلاص. دي كده بتبقى صلصه المكرونه، وتظبطي ملحك بقى يا حبيبه قلبي على حسبك انت. وبعد كده بقى نروح بقى نشوف الخلطه بتاعه الستريبس هنعملها ازاي. دلوقتي يا حبايب قلبي احنا هنعمل الخلطه بتاعه الفراخ. هناخد كميه، هناخد كميه كده من الدقيق في كيس. دي الدقيق اهو، هناخد منه كميه، وهناخد برده عليه يجي ربع كوبايه كده من النشا. يعني هناخد بدين 3 كوبايات على حسبك انت وعلى حسب الحاجه اللي عندك. وده فيجيتار بنجيبه كده سايب من عند العطار. تحط يعني بدين معيار برده بس ينكه لنا الدقيق. وهننزل عليه بالبيكنج باودر اهو، كل ده في الكيس عشان ان انت لما تيجي تغلفي ما تاكليش المكان. هننزل بكركم، هننزل بكاري، توم بودره، بصل بودره، شويه كده من توابل الفراخ مش كتير، فلفل اسود، ورشه ملح، وجنزبيل. وانتوا عارفين الجنزبيل اساسي للفراخ. ودي كل الخلطه دي يعني هنحطها في الكيس كده ونقلبها كده اهو، ونسيبها جاهزه عشان نحمر بقى الستريبس يا حبايب قلبي. تبقى في الكيس كده عشان تبقى مضمونه ان هي تتنكه كلها من بعضها. النشا على التوابل على الدقيق على خلطه الفيجيتار اللي احنا عاملينها اهو يا حبايبي كده. وهنرجع تاني للصلصه بتاعتنا، وما نيجي نحمر بقى الستريبس ونسلق المكرونه نرجع لكم تاني. دلوقتي بعد ما المكرونه اتسلقت سلقه كامله اهو زي ما انتم شايفين، هنزل عليها بقى بالخلطه اللي احنا عاملينها دي كلها اهي. الخلطه دي بتخلي طعم المكرونه جميل. بس اهم حاجه يا حبايب قلبي طول الحر ده وطول ايام الصيف ما تعملوش المكرونه خالص بالثوم، لان الثوم بيغير طعم المكرونه بسرعه. يعني لو فضل طبق بالليل مش هتاكليه، انما بالبصل، البصل بيحافظ على طعم المكرونه وبيخليها جميل اهو. الخلطه يا حبايب قلبي دي بيبقى شكلها اهو. بتقلبيها بقى قوي لحد ما الخلطه كلها بتتجانس مع بعضها كده اهي يا حبايب قلبي. وتوطي عليها بقى وتسيبيها على النار لحد ما الخلطه كده والمكرونه يبقوا طعم واحد اهو. وهي حبايب قلبي ودول بيكون شكلها اهو فيها الفلفل وكل حاجه فيها باينه. والله لو شفتوا منظر الفلفل فيها اهو، الفلفل باين فيها اهو، وكل حاجه في الخلطه باينه. والفلفل بيخلي طعم المكرونه بالذات اللي مع اي حاجه دي بيبقى طعمها حلو. ودي الزيت بتاعنا اهو اللي هنحمر فيه الستريبس. ونروح بقى للخلطه يا حبايب قلبي نشوف هنقلب الستريبس بقى ازاي ونرجع لكم. على فكره يا حبايب قلبي عشان مبقاش برضو كان بعمل حاجه من ورا الكاميرا، انا ضفت هنا على الخلطه دي ضفت عليها معلقه نشا ومعلقه دقيق، معلقه ومعلقه بس اهو. تاخدي بقى من الخلاط كده وتحط بقى على الدقيق بتاعنا اهو يا حبايب قلبي كده. وكده يا حبايب قلبي اهو وتقلبيها قوي كده. اهو يا حبايب قلبي ده بيكون شكلها اهو. بسم الله ما شاء الله. شوف شكلها اهو يا حبايب قلبي شوفوا. وتكملي بقى اهو، وتحط كمان تزودي وهو في قلب الكيس اهو. بتزودي برضو وهو في قلب الكيس كده بحيث لما تيجي تحمري تاخدي منه يبقى تزودي وهو في قلب الكيس كده اهو. اهو يا حبايب قلبي. وتفضل بقى تقلبيه قوي كده اهو يا حبايب.
تنزلي كده الزيت بتاعنا سخن اهو، تنزلي اهو يا حبيبه قلبي اهو. تاخدي بقى من الخلطه، تاخدي من الخلطه كده اهو الكيس بتاعنا اهو، وتنزلي بقى في زيت. يعني انا حبيت اعمل في دي بحيث ما استهلكش زيت كتير وفي نفس الوقت الزيت يكون غزير اهو يا حبايب قلبي. حبيت ان انا اعمل في الكسرونه دي بحيث يبقى الزيت غزير وفي نفس الوقت ما استهلكش زيت كتير، لان انتوا عارفين الزيت غالي اهو. التتبيله بتاعتنا والله يا حبايب قلبي تشم ريحتها ما شاء الله عليها جميله. ما تقلبيش فيها بقى طول ما هي بتتحمر، ما تقلبيش فيها كده عشان ما الكفر بتاعها ما يتكسرش. سيبها بس لحد ما تاخد اللون الاصفر شويه كده وبعد كده تقلبيها. والمكرونه بتاعتنا برده كان هي بتتردد اهي. المكرونه بتاعتنا يا حبايب قلبي برده بتسيح على النار، تسيبها لحد ما تاخد السوا بتاعها كامل. الاستريبس اهو. يا رب يا حبايب قلبي الطريقه بتاعتي تعجبكم، ويا رب الفيديو ما يكونش فيه حاجه مش عاجباكم ولا يكون في التقديم نفسه حاجه مش عاجباكم. وبعد ما خد اللون الاصفر ده اهو، بعد ما خد اللون الاصفر ده كده يا حبايب قلبي نبدا بقى نطلعه على مناديل كده بالمنظر دون اهو اهو يا حبايب قلبي. تطلعي على مناديل المطبخ كده عشان لو في زيت ولا في اي حاجه. مش هقول لكم يا حبايب قلبي على ريحته لان انتوا اللي هتجربوه هتشوف. وتحط بقى مره تانية كده لحد ما تخلصي كل الكميه اللي معاكي، وبعد كده نرجع نوريكم في التقديم بقى النهائي وفي الشكل، نوريكم بقى في التقديم وفي الشكل النهائي هيبقى شكله يا حبايب قلبي. يا رب بس الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم. ده الاستريبس ده من اللحوم من الفراخ اللي احنا كنا عاملينها مع بعض في التجهيزات اللي هي الثلاث فرخات. انا ما بقلبوش، انا بس بعدله كده ومش بقلبه اهو يا حبايب قلبي. هسيبه بقى لحد ما يحمر. وفي طبق على النار كده يا حبايب قلبي هحط معلقه سكر تتكرمل. بعد ما اتكرملت كده يا حبايب قلبي هنزل عليها بكاتشب. ننزل عليها بكاتشب. الكاتشب ده كاتشب حار. تنزل عليها بمعلقه عسل اسمر. تنزل عليها بتوم بودر وفلفل اسمر وبصل بودر وملح بس كده. ده عشان هنعمله جنب المكرونه وجنب الاستريبس يا حبايب قلبي اهو. هو ده الكاتشب بس احنا قلنا اما نجهزه بالطريقه دي نكرملنا معلقه السكر كده ونزلنا عليها بقى المقادير بتاعتنا، وهننزل عليها ب4 معالق ميه، 4 معالق بس ميه اهو يا حبايب قلبي. نسيبها بقى مع بعضها كده لحد ما تستوي، وبعد كده هنقدمها بقى جنب الخلطه بتاعتنا جنب الاكل. حبايب قلبي ده بيكون الشكل النهائي اهوت الاستريبس بتاعنا. يا رب يعجبكم. وده خلطه الكاتشب اللي انا عملتها دلوقتي. يا رب يعجبكم يا حبايب قلبي. ده بيكون شكل الكاتشب بتاعنا اهون. وده المكرونه اللي احنا عملناها مع بعض اهون برضو. ده بيكون شكل المكرونه اهون اهي يا حبايب قلبي، بالخضار بالطماطم بقطع الطماطم كده بيكون طعمها جميل وحلو قوي. ويا رب الاستريبس بتاعنا يا حبايب قلبي يعجبكم. يا رب خلطه الاستريبس تعجبكم والحاجات اللي احنا عملناها. وده يا حبايب قلبي الخلطه اللي احنا كنا قاليين فيها الاستريبس بتنخلها بقى بمصفى كده اهون. بتطلعي منها ده كده بتستغنى عنه تحط له الطيور بتاعتك. وبتكون فاضله دي الخلطه دي ناعمه كده. انا بعرضها للشمس نص ساعه، تحطها في شمس نص ساعه ولو ما فيش شمس بتحطها مثلا في مايكروويف في فرن في اي حاجه لحد ما تنشف تاني عشان ما وبنستخدمها تاني في البانيه
في الاستريبس في اي حاجه بتستخدميها تاني، عشان برضو هي ما تتبهدلش معاكي، وانتوا عارفين التوابل والحاجات اللي فيها. وده الخلطه اللي احنا كنا حاطين فيها الاستريبس، بنحطها في كيس كده، بنحطها برضو لبانيه لاي حاجه تانية، في خلطه فراخ مشويه بتستخدميها تاني يا حبيبه قلبي كده. هي مش يعني دي خلطات على بعض، دي اللي جامد ده خلطه برضو اللي احنا كنا مستخدمينها قبل كده في الفراخ المشويه. بتلم كل الخلطات على بعضها كده في كيس في التلاجة في الفريزر بتاعك، وبتستخدميها تاني في اي حاجه عشان التوابل والحاجات اللي فيها. يا رب يا حبايب قلبي يكون الغدا بتاعنا عجبكم وكده. برضو اهو زي ما انا عودتكم، اهم حاجه تكون الرخامه بتاعتك نظيفه، يكون الحوض بتاعك معلهوش لواعي، يكون المطبخ بتاعك شكله نظيف، سلفتك دخلت عليك، حد دخل عليكي، يكون منظر مطبخك اهم حاجه، المظهر العام يكون نظيف حواليكي. وكده يا حبايب قلبي بيكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.